فواحد يجي يقول لي هي كليه الاعلام دي ليها اختبار قدرات؟ ناس كتير لحد النهارده لسه بتسال السؤال ده، فالاجابه لا، كليه الاعلام ملهاش اختبار قدرات يا جماعه، والله العظيم قدرات اتلغت. وبما اننا بنتكلم على كليه الاعلام فلازم تبقى عارف ان في شويه حاجات وشويه تريكات وتكات تبقى موجوده عندك، سواء كنت في اذاعه وتلفزيون او في اي قسم من الاقسام الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم واحد، نطقك للكلام ومخارج الحروف لازم تبقى متظبطه عندك، وطبعا مش محتاج اقول ان كتابه وقراءه اللغه العربيه عندك لازم يكون مستواها عالي جدا. حب الاستطلاع، وده مش معناه انك تبقى حشري، ولا خليك حشري، الصحفي الشاطر حشري، بس برضه المهم انك تبقى عارف هتجيب المعلومه منين وايه المصدر الموثوق اللي هيديك المعلومه اللي انت فعلا عايزها. وطبعا من اهم الحاجات ان يبقى عندك شيء من الهدوء والصبر والثقه بالنفس. والنقطه الاخيره والمهمه واللي بحب اتكلم عنها كتير هي انك تبقى مثقف. الثقافه شيء مهم ليك جدا. لو انت بتشتغل في الاذاعه والتلفزيون فهي مهمه في حوارك مع الضيوف، ولو انت بتشتغل في الصحافه محتاج تبقى عارف حيثيات الموضوع ايه، وحتى وانت بتشتغل في مجال الاعلانات محتاج تبقى عارف الانسايتس، محتاج تبقى عارف الجمهور بتاعك بيقول ايه، بيتكلم ازاي، لغته ايه، بيدور على ايه، مهتم بايه. من الاخر الحاجات دي لازم تكون موجوده عندك، انت اللي تنميها في نفسك وتمرن نفسك عليها، مش هتتعلمها في الكليه. ما تنسوش بقى تكتبوا لي في الكومنتات ايه المهاره اللي نفسكم تشتغلوا عليها وتتعلموها.